بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى كده النهارده نعمل مع بعض وصفة جلاش. هنعمل النهارده الجلاش الحادق بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبأي مكونات عندك في التلاجة. كده هنعمل مع بعض بجد طريقة كده هوت سهلة جدا وبسيطة. وعايزة اقولك بقى من غير ما نورق كده هوت ولا ندهن بقى كده ورقة وورقة ولا اي حاجة، هنحطه كده مرة واحدة. وهقولك بقى في الاخر هنعمل ايه، هيطلع معاكي بجد احلى من الفطير كده، تحسي كده طري من جوه ومورق ومن بره كده طبقة كده مقرمشة وجميل. وكمان الوصفة دي بقى هتنفعك كمان على سفرتك في رمضان، بجد حلوة جدا. وتنفع كمان وجبة عشاء، تنفع وجبة غدا، حلوة جدا وسهلة وبسيطة. يا ريت بقى الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشترك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. وشير الفيديو ده لحبايبي كل اصحابك عشان الكل يستفاد. يلا بقى كده نسمي بالله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده كان عندي بقى شويه بسطرمه كده صغيرين في التلاجة وكام حته جبنه سيستر وشويه جبنه مبشوره كده هوت، قلت اعمل بيهم الصينيه دي بجد وتعشينا بيها. كانت تحفه. عايزه اقولك اي شويه جبنه عندك كده في التلاجة وشويه فلفل كده هوت الوان ولا طماطم ولا حاجه هتعمليها جميل. اهم حاجه بقى تشوفي معايا الخطوات، بجد هتنبهري كده من السهوله بتاعته. وزي ما انتم شايفين لفه الجلاش طالع عينيها متبهدله كده ومركونه في الفريزر ليها فتره. فبصوا عايزه اقول لكم الورق بتاعها كان متشلفط على الاخر. بس هنتصرف كده هوت. وزي ما انتم شايفين اول حاجه دهنت الصينيه كده دهنه حلوه كده هوت من السمنه. وبعد كده هحط الورق اللي يعني ايه، انا هفتح اشيل الورق المتقطع كده شويه على جنب، وهحط الورق اللي ماسك نفسه شويه كده من تحت. وبعد كده بقى هبدأ كده احط المتقطع في النص. وهنبدأ بقى كده ايه نوزع بقية بقى الخضار بتاعنا والحاجة، وهنشوفوا هنعمل ايه. وكمان هنعمل لها كمان بقى تشريبة كده حلوة في الآخر، يعني بجد هتنبهروا منها. بصوا الورق عامل ازاي، بتهيألي كان فيه شوية كمان في التلاجة. عايزة اقول لكم الوصفة دي بصراحة عاملاها بقالها بتاع يعني داخلة على الشهر كده هوت او اسبوعين ثلاثة على التليفون عندي، وعايزة انزلها والله ما عارفة. بصوا الورق عامل ازاي يا جماعة بجد، يعني ايه غريب. في الاخر ده كله هيتدارى وهتاكلي بقى كده تحسي ان انتي بتاكلي فطير، بتاكلي كده هوت إيه يعني، بحد يعني حاجة حلوة جدا. خلاص بقى بصوا همسك بقى كده البسطرمة، هنضفها كده من التوم بتاعها اللي هو من بره دوت، وهوزعها بالشكل ده. حتى لو ما عندكيش بسطرمة او مش بتحبيها تقدري تعملي بدل البسطرمة، ممكن تحطي لحمة مفرومة، ممكن تحطي صدوق بس لو صدوق يعني او لحمة مفرومة اللحمة المفرومة هتعصجيها كده على النار. ولو صدق برضه هتديله كده تسوية ايه، نص تسوية كده على النار. انما البسطرمة ما بتاخدش كده كده ايه وقت. بصوا زي ما انتم شايفين كده هوزعها كده هوت ايه بشكل عشوائي. وبعد كده هنبدأ نحط بقى بقية الإضافات، برضو شوية الجبنة دولت. مش عارفة والله كنت جايباهم بكام، ب15 جنيه ولا ايه، يعني حاجة بسيطة خالص. وأي نوع جبنة، لو حتى مش جبنة مثلثات، لو عندك جبنة علب، لو جبنة قريش، أي نوع جبنة كده وزعيه برضو بالشكل ده كده بيدي طعم. ممكن تعمليها بجبن بس بدون بسطرمه بدون اي حاجه بدون لحوم. يعني عايزه اقولك لو بجبنه بس كده هوت، بس يكون لها طعم محدق شويه كده اهو. وكمان لو عندك بقى شويه زيتون بقى كده هوت من غير بذر كده، يا اما لو ببذر انت تشيلي منه البذر وحطيه بيدي برضو طعم جميل. كان عندي برضو شويه كده من الفلفل الالوان، برضو ايه هبدأ كده اوزعه بالشكل دوت. يعني بجد سهلة جدا. وبصي تقدري تعمليها كده هوت، يعني لو انت عاملة عزومة وعملتي صينية زي دي وحطيتيها كده هوت، قطعتيها حطيتيها في طبقين كده على السفرة، والله بتدي منظر جميل وطعمها كمان الكل هيفرح بيه كده وتعجبه. وفي نفس الوقت كده يعني بجد بتبقى سهلة ما تاخدش معاكي وقت. خلاص وزعت بقى الفلفل، وكمان كنت عامله طماطميه كده شرايح بسيطه، بس كنت طماطميه ما تكونش طريه كده اهوت. وحطيتي بقى عايزه تحطي فلفل حامي فلفل بارد براحتك. هحط بقى بقيه الجلاش، بس ايه المتقطع كده هداريه كده اهوت ايه من تحت. وبعد كده بقى احاول كده اهوت اجيب حاجه ان انا ادخل حرف الجلاش اللي هو طالع ده إيه كده جوه، عشان ما يبقاش حرفه طالع ويبقى شكله وحش ويتحرق. هحاول كده داريه اعملها كانها فطيره، اقفلها كده على بعضها بالشكل ده وكده زي ما انتم شايفين، بظهر معلقه بظهر سكينه باي حاجه.
خلاص كده قفلتها كويس. هنبدأ بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. لازم نقطعها قبل ما ندخلها الفرن، وانا لسه طبعا ما حطيتلاش ولا مادة دهنية ولا اي حاجة، ولا التشريبة اللي هتخليها طرية كده وجميلة معانا. هبدأ بقى كده اقطعها التقطيعة اللي انت عايزاها بقى، عايزاها تقطعيها قطع صغيرة، تقطعيها كبير كده براحتك. بس اهم حاجه وانتي بتقطعي تنزلي للاخر بالسكينه، يعني تقطعي لحد الاخر كده الصينيه، تحسي كده الصينيه السكينه بتلمس حرف الصينيه. خلاص انا قطعتها كويس. معايا بقى كوبايه كده من اللبن سخنه. لاحظوا بقى كده وقت ايه اللبن ده سخن. عايزه اقول لكم بقى اللبن السخن ده بيدي نتيجه حلوه جدا. حطيت عليه نص كوبايه سمنه، سمنه من علبه عادي، هي هتسيح بقى مع سخونيه اللبن. وهنا هضرب البيضة. فطبعا السمنة برضو هدت اللبن شوية. هضرب الأول البيضة كويس جدا، لما يبقى معايا اللبن ده يعني دافي كده سنة، هبدأ أحط البيضة وأضرب بسرعة كده عشان قبل ما ايه ما تستوى معانا. بصوا بقى خلاص كده نزلت بالبيضة، والبيض طبعا زي ما انتم شايفين سايب لسه ولا استوى ولا حاجة، لأن كان اللبن هدي مع السمنة، بقى دافي كده شوية. فجربي حطي اللبن كده يكون دافي كده هوت بالشكل دوت، بجد بيدي ايه نتيجة احسن بكتير. وفي نفس الوقت التشريبة دي البيضة مع اللبن مع السمنة، إيه مش هنحتاج بقى نورق ولا نحط طبقة سمنة ولا اي حاجة. دخلتها الفرن على درجة حرارة يعني فوق المتوسطة كده بشوية، إيه لان احنا مش عايزينه بقى يطلع ناشف كده ومقرمش شبه الجلاش بتاع الحلويات. عايزين اللي هو يبقى مقرمش من فوق بس من جوه يبقى كده برضو طري. دخلته بقى الفرن، شغلت من تحت ومن فوق بالشكل ده، او لو بيشتغل عندك من تحت بس، وبعد كده لما ياخد لون من الجوانب ابدأي شغلي من فوق. بس لو هتشغلي تحت وفوق مع بعض خلي من فوق يكون الدرجة هادية شوية، لان فوق بيحمر اسرع. فانت خلي من فوق يبقى هادي، ومن تحت يبقى فوق الهادي بشويتين كده هو. هبدأ بقى اعيد تاني على التقطيعة، لان مع التسوية بقى وكده هو بيخشوا في بعض تاني، بس بيبقى على بسيط يعني. وعايزه اقولك بجد والله ريحته وطعمه خطير، سواء وهي سخنه، يعني في ناس تحب تاكل الحاجات دي سخنه كده قوي، ولما بتبرد برضو بتبقى طعمها جميل جدا، وهي بارده كده كانت عامله بجد كأنك بتاكلي فطير. يعني لو محدش يعرف ده هو ايه هيفكروا فطير ومحشي. بجد جميل جدا، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. إيه وسهل وما بياخدش وقت، وكمان يعتبر والله اقتصادي. على الجمال ده كله والكمية دي كلها، صينية دي 30 في 40، إيه تعتبر وجبة كده هوت حلوة واقتصادية. لو انت زهقانة بقى من الاكل كده ومن الطبيخ ومن الحاجات دي، وعايزة تعملي كده اكلة كده سهلة وبسيطة، بصوا من جوه طري ومورق ازاي، جميل جدا والله. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وزي ما قلت لكم برضو في كذا فيديو ان القناه ديت لسه جديده وعايزه افعلها، وطبعا مش هتتفعل الا بدعمكم ليا. ويا رب كده اكون قد حسن ظنكم باذن الله، واعمل لكم باذن الله وصفات تكون اقتصاديه وعلى قد الايد، ووصفات كده بيتي كده بسيطه. ان شاء الله وصفاتي تعجبكم وتستفادوا منها. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.